هلو مشاهدينا، عايزين بقى بدايه السخونه بقى، اللي هو بدايه السخونه النهارده في الحلقات هتكون مع شادي زكي. شادي زكي غني عن التعريف، صفحته الشهيره في الدستور اللي كلنا بنقراها، في نقد للجيمز، في ملاحظات، في قراءات. وشادي كمان بيعمل في احدى شركات الجيمز الكبرى كمان، مش يعني هو مش هاوي، لا ده راجل محترف في النقد والكتابه عن الموضوع ده. هو نورتني يا شادي. الله يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد وطبعا لله. عالمي زميل، وهو معد احدى برامج الاي تي في احدى القنوات أهلا بيك. المشهوره. شادي اخبارك ايه؟ تمام الحمد اخبار لله. سخونه الجيمز ايه في الصيف؟ انا شايفك الصفحه بتاعتك بدات الدنيا تسخن مولعة مع في الصيف. الجيمز. ايه حكايه الجيمز دلوقتي في الصيف دلوقتي؟ هل في جيمز عامله قلق في العالم؟ في بمعنى قلق، بمعنى هل جيمز في بعض الدول معترضه عليها، بعض الاسر معترضه عليها، في جيمز فيها مشاكل زي الافلام كده؟ طبعا ده اكتر كمان. ايه بقى؟ يعني في لعبه زي مان هانت 2 دي مثلا. اللعبه دي ممنوعه دخولها في انجلترا. تمام. هي دي آه، دي معانا، دي ايه دي؟ دي حته من جي تي اي 4، ده الاصدار الجديد بتاع جي تي اي. اه الجزء الاخير ده كانت لسه نازل في 29 ابريل اللي فات. ده في مشاكل، اللعبه دي عملت مشاكل دي قبل عامله كده؟ مشاكل كبيره جدا. ايه بقى المشاكل؟ الشركه ده نفسها تمثال الحريه مصممه. بس ده عامل زي الفيلم ده، حاجه وهميه يعني بصراحه. هي الجرافيكس دلوقتي اتغيرت في الجيمز بقى عباره عن فيلم سينمائي. مم. يعني بقى يعني ما بقتش جيم بسيطه الواحد بيتفرج عليها زي السوليتير ايام مش ما عارف كنا بنتفرج. المشاهدين متهيألي شايفينها معانا تفاصيل، دقه في التفاصيل رهيبه طبعا. اه اللعبه دي اللي هي جي تي اي 4، دي الشركه المصممه بتاعتها عليها قضايا وتعويضات يعني 200 مليون. ليه بقى؟ دلوقتي الشباب بيقعد يلعب اللعبه دي، بيتقمص الدور بتاع، هو انت اللعبه عباره يعني بتدور حوالين قصه اللي هو نيكو. ده عباره عن ده البطل؟ ده بطل اللعبه. اه قصه اللعبه انت بتتقمص الشخصيه دي وبتقعد تعمل مهمات كلها بتبقى ضد القانون. زي تضرب ضباط بوليس، تحاول تسرق، تعمل عمليات قتل. اه كلها حاجات يعني شعار خارجة عن اللعبه القانون. الخير موجود، طب ليه ما نجربش الشر؟ حاجه زي كده. صح كده؟ يعني هو الراجل شاف ان بس ده طريقه الخير بتاعته مش جايبه، فقال لك لا انا اتجه للناحيه الثانيه عشان اقدر احقق فلوس، وفي نفس الوقت يقدر يحقق ذاته في المجال الثاني يعني. اسمه ايه الشاب اللطيف ده؟ ده اسمه نيكو. هيكو. نيكو. شاب نيكو ده بيحاول يجيب فلوس باي طريقه. تمام كده. اه اللعبه دي من ضمن الحوادث الشهيره بتاعتها جدا اللي هي القضيه اللي هي تعويض 200 مليون دي. واحد عنده 17 سنه قاعد يلعب اللعبه دي كل يوم ما لا يقل عن 8 ساعات. قعد الكلام ده بتاع 3 شهور. بعد ال3 شهور خد عربيه الاسره وطلع وعمل مطارده مع البوليس. ده في مصر فالبوليس قبض الكلام ده؟ عليه. لا ده في امريكا. كانت في ولايه تكساس. البوليس قبض عليه، دخل القسم، كان معاه طبنجه، راح قاتل 2. كل ده هي عباره عن مرحله موجوده في اللعبه. يعني هي ده ميشن من ضمن الميشنز الموجوده في اللعبه، ازاي تعديها. هو خد الميشن دي وراح مطبقها في الحقيقه. قتل 2 من البوليس وهرب بالعربيه وكسر كان عنده كام سنه ده؟ 17 سنه. وعملوا معاه ايه؟ حكموه ازاي؟ ده لحد دلوقتي لسه القضيه ما اتحكمش فيها يعني. يعني هو تقمص الشخصيه. بنلاقي في امريكا طبعا حادثه فيرجينيا بالشهيره، والشاب المصري طبعا نفس الحكايه. يعني انه ان الجيمز، طب كده في بعض الجيمز كده يعني ممكن تضيع لنا اولادنا اخواتنا. هو بص، هي كل حاجه ليها اثر ايجابي واثر سلبي. يعني لعبه زي دي لما تبقى مليانه دمويه وعنف والفاظ خارجه، في الفاظ كمان. ده وفي لقطات كمان، في جيمز مبنيه على حاجه زي كده. يعني حاجه زي ميتال جير سوليد دي. دي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعملها، انك انت تقعد تتفرج على حاجات بورن وحاجات من هذا القبيل ده عشان تعدي مراحل. المشكله ان لما يبقى طفل طيب عنده 8 سنين ولا 15 ولا 20 هم بره عملوا حاجه اسمها الاي اس ار بي. دي عباره عن لجنه اتكونت. ازاي اتكونت؟ من الاباء لما لقوا ان الجيمز بقت فيها حاجات زي كده. الاي اس ار بي دي بتدي حاجه اسمها ريتنج، تقييم للعبه. اللعبه دي تبقى صالحه من سن كام وما تتباعش لسن كام. دلوقتي في امريكا بيعملوا قانون ان الالعاب ما تتباعش لاقل من سن معين لو هي محتويه على. بس مين يقدر يحكم في كده يا شادي؟ يعني حتى لو اشترى اللعبه شخص عنده 25 22 سنه، طب ما هو ممكن اخوه الصغير يلعب في البيت، فبالتالي تبقى كارثه لما بيبقى في حاجات من اللي انت بتقول عليها دهيت في الجيمز. يعني ده بقى يعني لازم يكون في رقابه من في البيت نفسه طبعا. يعني اهم حاجه الاسره. طبعا هي تبتدي من الاسره. لو هو مش واخد باله ابنه بيلعب ايه ولا ما بيلعبش ايه، بيحب انهي لعب، الحاجات دي بتغير في شخصيه الطفل. يعني في احصائيه بتقول ان الشريحه العمريه من 4 سنين ل 17 سنه 92% من الشريحه دي بيلعبوا جيمز على الاقل ساعه كل يوم.
ساعه كل يوم. فتخيل بقى التاثير بتاع اللعبه دي، لو اللعبه فيها دمويه وعنف، الولد اللي عنده 4 سنين ده هيتربى على حاجه زي كده، تربى في عزه. طبعا. لو الاباء مش واخدين بالهم من حاجه زي كده، فعلا نفسيه الطفل بتتغير مع الوقت. احنا تباعا هنشوف معاك في جيمز اكيد تانية انت محضرها معانا، هنشوفها معانا على الشاشه، بخلاف الجيم الاولاني قلت لي اسمه ايه؟ ده جي تي اي 4. جي تي اي 4، اللعبه اللي هي عامله مشكله، وان هو البطل بتاعها شراني جدا. تمام. صح كده. ايه اللعبه بقى دي؟